السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى ناس في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة اول حلقة من سلسلة حلقات رواية وقصة. قصتنا النهاردة هي قصة خيالية، ولكن بتدينا درس مهم قوي نتعلم منه احنا الكبار ونعلم منه كمان اطفالنا الصغيرين. مش هطول عليكم، تعالوا نشوف قصتنا بتتكلم عن ايه. قصتنا بتقول: في عالم بعيد كان هناك مدينة تدعى مدينة الظلال، حيث يعيش فيها الناس بسلام، ولكنهم كانوا جميعا مخفيين تحت ظلال الأشجار العملاقة التي تحيط بالمدينة. كانت تلك الأشجار تمتلك قوة سحرية تمنع الشمس من الدخول، مما جعل المدينة تبدو وكأنها محاطة بليل دائم. بطلة قصتنا النهاردة اسمها ليلى. ليلى فتاة شجاعة وفضولية، كانت تشعر بأن هناك شيئا مفقودا في حياتها. أما العم أبو حسام فهو حكيم المدينة وراوي القصص القديمة الذي يخبر ليلى عن أسطورة الشمس المفقودة. أما بقى مخلوق الظل فهو كائن غامض يعيش خارج المدينة، ولكن يسعى للسيطرة عليها. هل يا ترى هيسيطر عليها ولا هيتغلبوا عليه؟ هنعرف ده مع بعض. ذات يوم عثرت ليلى على كتاب قديم في مكتبة المدينة يتحدث عن شمس الأمل، وهي شمس يمكن أن تعيد النور إلى المدينة. قررت ليلى أن تبحث عن طريق الوصول إليها. انطلقت في مغامرة مع صديقها المقرب، وكان عليهما مواجهة عدة تحديات، مثل عبور غابة الظلال والتغلب على مخلوق الظل الذي أراد منعهما. عدته ولا هيشتريها؟ هو اساسا مخلوق للرخامة وبس. يلا بينا نشوف هو هيقدر يمنعهم ولا لا. وصلت ليلى وصديقها الى قمة الجبل الذي يقال ان شمس الامل تتواجد فيه، لكن مخلوق الظل ظهر فجأة وبدأ يصارع ليلى. هنا اظهرت بقى ليلى شجاعتها وايمانها باصدقائها. استخدمت قوتها الداخلية لمحاربة الظلام. هتقولولي ايه ده؟ هو الانسان بيكون جواه قوة داخلية؟ اقول لكم طبعا. شفتوا الفيلم بتاع فول الصين العظيم لما قاله كل واحد جواه قوة روحية يا مهم بتظهر لما بتكون عايز تظهرها؟ الجملة دي مطلعتش كلام افلام يا جماعة. الانسان لو بطل يخاف ويتغلب على نفسه هتظهر قوته وشجاعته. تعالوا نرجع تاني لقصتنا ونشوف هنعمل ايه. وصلت ليلى وصديقها زي ما قلنا للجبل، وفي الآخر أظهرت قوتها الداخلية ومحاربتها للظل. عايزين بقى نعرف هي حاربته فعلا ولا هو هزمها. بفضل إيمانها وقلبها الشجاع تمكنت ليلى من استدعاء شمس الأمل التي أضاءت الشمس وأخافت مخلوق الظل بعيدا. انتشر النور في المدينة وتجددت الحياة فيها، وعادت الأشجار لتعكس ألوان الزهور. وفي النهاية عادت ليلى إلى مدينتها كبطلة تعلم سكان المدينة إن النور والظل جزءان من الحياة، وأنه يجب عليهم مواجهة مخاوفهم للعيش بسلام. أصبحت ليلى مصدر إلهام للجميع. وهو ده بقى يا إخواتي اللي أنا كنت بتكلم فيه. طبعا احنا هنا دي نهاية قصتنا، وأكيد انتوا عرفتوا ايه هو الدرس المهم اللي علمته لنا بطلتنا ليلى. ليلى كانت بتعلمنا الشجاعة والتغلب على المخاوف، وازاي نحارب من اجل حياة مستقرة وسعيدة، وان احنا لازم يكون عندنا ايمان بربنا وثقة في الاشخاص اللي حوالينا، سواء اهلنا او اقاربنا او اصدقائنا. يعني اي شخص مقرب ليك انت لازم يكون عندك ثقة فيه، بس طبعا لازم تختار الناس اللي انت هتثق فيهم. مش اي حد بيتقال عليه صاحب وقد الثقة. لازم نكون متأكدين ان الشخص اللي هنثق فيه ده ما يغزلناش. كده بتكون خلصت حلقتنا، يا رب تكون عجبتكم. مستنية رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش اللايك والشير، ولو مش مشتركين في القناة اشتركوا وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم على خير الفيديو الجاي. باي باي.